السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وفي احسن حال. جايه لكم فيديو جديد وروتين جديد وافكار جميله، ان شاء الله تستفادوا من الفيديو. لو ما اشتركتيش اعملي اشتراك وفعلي زر الجرس ولايك جميل كده من حبايب قلبي عشان تشجعوني وانزل لكم فيديوهات جميله ان شاء الله. ان شاء الله هنعمل فراخ مشويه النهارده. اقول لكم بقى على التتبيله. غسلنا الفراخ الاول ونقعناها بملح وخل وليمون وسيبناها منقوعه، وجينا هنا بقى نعمل الخلطه الجباره دي، خلطه الخلاط. حطينا بقى 3 طماطميات صغيرين وبصلتين وسط، قطعنا كل ده وحطيناه في الخلاط. وبعد كده حطينا قرن فلفل كده رومي صغير، ولو عايزه تعمليه بسبايسي ممكن تعملي عادي قرن فلفل حار. حطينا بقى التوابل، ملح وفلفل وكمون وطبعا حطينا بصل بودر وتوم بودر ومعلقه زيت كبيره ومعلقه خل كبيره. وحطينا طبعا خلطه المشاوي الجباره بتاعت الماجي. طبعا انا بستخدمها في كل الخلطات، بستخدم كل الخلطات ماجي يعني. وحطينا علبة زبادي، بس طبعا المقطع اتحذف مني. حطينا علبة زبادي عشان يرطب كده الفراخ. وحطينا ليمونه كبيره، ممكن اللي انتي تقشريها وتحطيها سليمه عادي تتضرب، وممكن تحطي معلقه برضو عسل ابيض، بيفرق برضو في الطعم. هنا بقى خلطنا بقى كله في بعضه كده في الخلاط، وجينا نغسل بقى هنا الفراخ. غسلناها كويس وسبتها كده الميه سايبه عليها شويه، وبعد كده جيت بقى حطيتها في الطبق هنا في البوله دي، ونزلت عليها بقى الخلطة زي ما انتم ما شايفين. طبعا انا الفراخ انا عامله لها فتحات كده صغيره من تحت الجلد في اللحم ذات نفسه، عشان خاطر زي ما انا بوريكم كده في لحم الفرخه، عامله كده من تحت الجلد فتحات كده. الفتحات دي عشان خاطر يعني التتبيله كده تخش جوه الانسجه بتاعت الفرخه، فتبتدي تتبل كويس وتبتدي تشرب من التتبيله. طبعا الكلام ده انا عاملاه قبلها بيوم. بحب اسيب التتبيله او اي تتبيله يعني بعملها يوم كامل، بحيث اللي هي تشرب كويس من الحاجه اللي انا متبلاها دي، تشرب كويس من التتبيله وتديني طعم احسن. هنا بقى قلت اول حاجه ابدا بيها ده تاني يوم. قلت اول حاجه ابدا بيها الفراخ، احطها كده عشان تاخد ايه، يعني على نار كده هاديه تستوي براحتها، وتاخد الوقت اللي هي عايزاه، لغايه اما ايه، مع بال ما اعمل بقيه الاكل. المهم هنا جيت عملت الفراخ، حطيتها على الشوايه. انا عندي جريل بس كنت حابه ان انا اشويها على الشوايه الكهرباء دي. قلت يعني اجرب التجربه دي، وبصراحه يا جماعه طلعت تجربه يعني جامده جدا. حطيت هنا الفراخ بقى زي ما انتم ما شايفين كده. ريحتها مش عايزه اقول لكم يا جماعه، ولا طعمها فظيعه فظيعه. انا ما كنتش عارفه اللي هي تطلع بالطريقه، يعني انا دايما بعمل الخلطات دي وبعمل الخلطه دي بالذات، بس اول مره احس اللي انا يعني فراخ مشوية يعني بجد، يعني كانت جميلة. يعني أنا ما كنتش عارفة اللي التجربة بتاعت الشواية دي بالذات هتنفع يعني، بس طلعت حلوة. يعني الشواية كانت عندي من بدري، بس اللي هو يعني ما كنتش بديها أي أهمية، كنت شايلاها كده ومكيساها. قلت بقى أطلعها بقى، لأ ده أول يوم رمضان ما ينفعش بقى، لازم بقى الروايح كده تطلع. الله الله، يعني مش عايزة أقول لكم بقى، بص المنظر عامل ازاي يا جماعة. والله جوزي جه من الشغل، قعد يقول لي الريحه نازله لغايه تحت واحنا في الدور التاني. فكنت يعني كنت حاسه كده اللي هو ايه، يعني في حته كده ايه اللي هو بيجامل يعني، بس بصراحه هو كان عنده حق. الريحه كانت فعلا قلبه الشقه كلها. لو انت وصلتي للمقطع ده يا ريت تشتركي في القناه وتفعلي زر الجرس ولايكات بقى كتير كده شهيصوني. آم، يعني الفراخ كانت فظيعة بصراحة، وصورتها لكم بكل تفاصيلها، لأن هي فعلا كانت الكاميرا ظلماها جدا، والريحة كانت فظيعة يعني. يا ريت الريحة تكون واصلة لكم. آه يعني بصراحة مش عارفة أقول إيه عليها، هي جميلة وقمر كده، وكانت طعمها جميل. بالهنا والشفا للي كلوا، وبالهنا والشفا على قلوبكم واللي بيتفرجوا. آه يعني هنا بعد سبتها بقى، يعني من وقت للتاني كنت باجي كده بقلب فيها عشان خاطر يعني تاخد اللون من على الوش ده والوش ده، وبرده في نفس الوقت تستوي من كل ناحية. وابتدأت بقى هنا تاخد اللون بقى والريحة بقى، يا جماله يا جماله. جربوها والله، انصحكم ان انتوا تجربوها، هتعجبكم جدا. و
يعني هتلاقوا طعمها بيفرق جدًا عن أي تتبيلة تانية. هنا بقى جيت عملت الفاصوليا البيضا، حطيت بقى عليها مَيّة سخنة كده، أنا كنت غاسلاها كده كويس بمعلقة خل، وبعد كده ابتديت بقى أحط عليها مَيّة سخنة بقى عشان إيه، يعني تفضل كده ربع ساعة في المَيّة السخنة تبتدي بقى اللي هي إيه، تستوي معايا وتسرّع معايا في السوا. المهم يعني هنا جيت بقى عملت ضربت الطماطم بقى وضربت معاها بصل، لإن أنا جوزي مش بيحب البصل يبقى باين في الأكل. وجيت هنا بقى رُحت حطيت معلقة يعني شوية زيت كده، معلقة زيت صغيرة، وحطيت مكعب زبدة، نزلت بقى بالتسبيكة اللي أنا عاملاها بالبصل وكده، وجيت بقى أنا نزّلت الفاصوليا البيضا، أنا باحب أعملها يعني ني في ني، بتبقى جميلة وطعمها حلو، جربوها والله هتعجبكم. هنا بقى جيت حطيت بقى الملح بتاعي على حسب الرغبة، وحطيت ورقة ماجي، وحطيت معلقة سكر صغيرة، يعني ربع معلقة كده مش معلقة كلها، وسبتها بقى تغلي براحتها. المهم هنا جيت بقى حطيت بقى شوية زيت ومكعب زبدة، وقلنا نعمل بقى هنا إيه في الحلة الجميلة دي، قلنا نعمل بقى شوية شعرية كده، رز بشعرية، وطبعًا كتّر بقى يا عم الشعرية بقى اخربها، إحنا بنحب الشعرية كتير بقى في الرز. وجينا بقى جيت هنا حمّرت الشعرية كويس ونزلت عليها بقى بالرز المغسول ده، وصفّيت طبعًا الرز كويس، وبعد كده نزلت عليه قلّبتهم كويس، وطبعًا اندمجوا مع بعض كده وخروشوا كده في الحلة. وابتديت بقى أنزل عليهم بمعيار المَيّة، وحطيت بقى الملح بتاعي على حسب برضه الرغبة وكده، وحطيت بقى شوربة الماجي، وسِبتها عليت عليها النار لغاية أمّا المَيّة تغلي، وبعد كده وطّيت عليها طبعًا الرز اتشرّب ووطّيت على المَيّة. هنا بقى عملت السلطة بتاعتي، دي سلطة خفيفة كده بسيطة متكوّنة من جزر و وطماطم وخيار وليمون. ما بنحطّش يعني ما باحطّش خضرة عشان خاطر جوزي مش بيحب الخضرة بصراحة، وخلاص إحنا اتعوّدنا على كده. ده الطبق بقى بتاعنا، السفرة بتاعتنا الجميلة. بُصّوا الفراخ يا جماعة بعد أمّا اتعملت بقت عاملة إزاي، والله يا جماعة يعني أنا باتكلّم عليها كتير لإن هي فعلًا تستاهل أكتر من كده، والكاميرا كانت ظالماها بصراحة، فكانت خطيرة يعني. تعالوا كلوا بقى معانا. بُصّوا الرز بقى واللمعة بتاعته جميلة إزاي، يعني أنا باحب أكتّر في الزيت والزبدة، عشان الزبدة بتخلّي طعمه حلو، والزيت بيدّي له كده لمعة جميلة. ده أكل الأولاد، وكنت عشمانة بقى اللي هم ياكلوا كده ويضبّطوا نَفْسهم، بس بقى يعني هم جبروا بخاطري بمعلقتين. هنا بقى جيت لازم بقى أحلّي بُقّهم بصينية بسبوسة. ويا رب الفيديو يكون عجبكم، لو وصلتوا للفيديو كده لغاية هنا باشكركم وباحبكم جدًا، ويا رب أكون عند حسن ظنكم وأكون خفيفة على قلبكم، وأتمنى تشتركي في القناة وتعرفيني اللي أنتِ اشتركتِ وأنتِ ترحبي بيّا وأنا بقى هارحّب بيكِ. كل سنة وأنتم طيبين وكل عام وأنتم بخير، وأشوفكم على خير، ومع السلامة.